مباراة ممتعة جدا بين النادي الأهلي وفيوتشر. الأهلي يقدر يحسم السوبر رقم 14، السوبر المصري. وأنا شايف إن هي كانت مباراة كويسة جدا، وبرضه وضحت شغل إلى حد ما، شغل المدرب، وإلى حد ما برضه وضحت النقاط السلبية اللي إحنا محتاجين نشتغل عليها في فترة ال50 يوم. أول حاجة النهاردة عجبتني جدا في النادي الأهلي، حتة اللي أنت بقيت في ضغط في البداية. في ضغط في إيه؟ خط النص بتاعك التلاتة بقى عاجبني فيهم قوي إن أنت قللت معدل السن بتاعك، والكواليتي عالية. كوكا اكتشاف كاس العالم للانديه، وطبعا مباراه الاتحاد مباراه كبيره جدا، ومروان عطيه قدر يرجع للفورمه بتاعته اللي كانت موجوده الموسم اللي فات. وكمان امام عاشور طبعا اللي ضاف حته كده في لعب الاهلي، هي الربط بين الخطوط. عجبتني قوي في الحته دي. طبعا انت عندك قفشه بيقدر يربط بالخطوط، بس امام عاشور بقى اسرع. امام عاشور بيعمل الباصات بالعرض صح. امام عاشور بقى عنده حل التسديد. قفشه ايوه بيشوط كويس، لكن مش بنفس معدل امام عاشور. امام عاشور زود حاجات قوي ياما قوي في نص ملعب النادي الاهلي، الاهلي كان محتاجها. وعجبني برضو حته النهارده حسين الشحات. حسين الشحات يعني هو كان كويس جدا النهارده، بس برضو هو ده يقلقك في حته ايه؟ ان لعيبه النادي الاهلي حاليا بقى فيهم حاجه، حته عدم الثبات على المستوى. يعني انت مثلا بيرسي تاو ممكن تشوفه جامد جدا، النهارده مثلا يجي يضيع كوره ما بتضيعش، يعني ما بتضيعش. هي دي حاجه كويسه جدا ان انت عندك لعيبتك بتقدر ترجع لمستواها، لكن صعبه في حاجه تانية جدا بقى. إيه هي؟ ان انت، انا مش ضامنك. انا مثلا ممكن العب نهائي افريقيا، مش عايز التضييع ده كله. النهارده مثلا انت قدرت تخلق فرص ياما جدا قدام فيوتشر، الشوط الاولاني والشوط الثاني. طب هل انت مثلا، يعني مثلا الماتش اللي السنه اللي فاتت، انت اتخلق لك كوره واحده في ماتش الوداد في نهائي افريقيا في الاياب في مركب محمد الخامس، كوره واحده وما تعتبرش ما تعتبرش فرصه الركنيه. فاحنا لازم نركز في الحوار ده. وشغل كولر في ال50 يوم الجايين، ال50 يوم الجايين دول هم نقطه فاصله في موسم النادي الاهلي. ليه؟ انت عندك مثلا مين اللي هيروح، مين اللعيبه اللي هي شبه بنسبه كبيره متوقعين لهم مراحل المنتخب؟ عندك الشناوي، وعندك محمد هاني وياسر ابراهيم ومحمد عبد المنعم ومروان عطيه وكهربا، حسين الشحات، امام عاشور، ممكن وبيرسي تاو طبعا راح المنتخب، وعلي معلول. انت لازم شغل على البودلة جدا، تحاول ترفع من مستوى البودلة دي. حاجه. الحاجه التانيه، مودست النهارده مثلا جاب جون حلو جدا ومهم جدا. بس عامه يعني انا رايي ان مودست محتاج شغل بدني عالي جدا، و50 يوم انا شايفها فتره كبيره جدا، يعني انت تقدر ترجع للمستوى بتاعك. لكن انا مشكلتي مع انطوني مودست في حاجه تانية جدا مالهاش علاقه بانطوني مودست. مشكلتي مع مودست هي مشكله الاهلي عامه. ليه؟ النادي الاهلي عامه لعبه كله بيرتكز على حاجه واحده، فكره اللعب على الارض. وعمرنا ما كنا بنلعب الكره العاليه. الاهلي بيلعب الكره العاليه يعني حاجه من الاثنين: يا الاهلي خسران وعايز يجيب جون، يا اما الاهلي النهارده وحش فاللعيبه بتلعب الطويله بس. تمام. ففكره اسام ما جايب انطوني مودست من البدايه خالص هي ما كانتش صح. في حته ايه؟ انت بتلعب على الارض. السنه اللي فاتت انت بتلعب على الارض، والدليل انت مهاجمك اللي خدت بيه افريقيا كان كهربا اللي هو بيلعب على الارض اساسا. جبت السنه دي مهاجم طويل. طب هل انت رايح تجيب مهاجم وتدفع له مرتب واسم؟ الناس طبعا ممكن تختلف في الحته، تقول لك اصل هو مش اداء. لا، انطوني مودست اسم، الناس عارفه يعني ايه انطوني مودست. اتفرجوا عليه هتعرفوا انطوني مودست ده ايه اسما. سيبك ان هو جالك في وقت غلط. فقال انت دفعت فلوس في لاعب عشان تيجي تلعب على الارض وانت عارف ان هو نقطه قوته هي الدماغ؟ لا. فيبقى الشغل في ايه؟ احنا حاليا غلطنا، لازم نصلح الغلط بتاعنا. نصلح الغلط بتاعنا في ايه؟ تشتغل عليه بدني. مش بقول لك ما بيعرفش يلعب كوره برجله، لا، بس مش قوته الكوره بالرجل. فانت لازم تشتغل على الحته دي وعلى الجزئيه دي، في حته اللي انت ترفع البدني بتاعه وترفع التحركات بتاعته، وتبدا تفهمه انت عايز تشتغل ايه. انا شايفه لحد النهارده يعني الناس ممكن تضحك من المعلومه دي، بس انا ما اعتقدش انطوني مودست من ساعه ما جه الاهلي اتلفع له 3 4 عرضيات صح. يعني دي النهارده اول كره عرضيه اقول لك لو ما جابهاش هو في غلطه. يعني هو بقى مش احنا. عرضيات، انت اصلا ما بتلعبش عرضيات. النهارده لما اتلعبت له عرضيه كويسه بدا يشتغل. طب هو كبير فمش هيقدر يجري، بس انت ممكن تستغل الحته دي. ممكن تستغل حته الكور العاليه في مطوشه. انت بتبقى عارف النهارده مثلا الماتش متقفل، طب انا هستخدم النهارده انطوني مودست. فلازم انطوني مودست الفتره دي يشتغل مع حته بدنيه انت تقدر ترجعه للحاله بتاعته. وفي نفس الوقت بقى في مشكله ثانيه خالص. ايه هي؟ دكه النادي الاهلي. انا من وجهه نظري، ورغم الفوز ورغم كل حاجه، دكه النادي الاهلي ما بقتش تخوف. يعني ايه دكه النادي الاهلي ما بقتش تخوف؟ يعني يبقى هم ال 11 لاعب اللي بيلعبوا في الملعب، وبتبص على الدكه بره ما فيش لاعب انت بتقول يا رب ينزل هو اللي هيحل الدنيا دي النهارده. لا، عامة مش بتكلم عن ماتش النهارده، انا بتكلم في مشكله الاهلي وازاي نصححها في ال50 يوم. انت بتتكلم عندك احمد عبد القادر خارج الصوره،
صلاح محسن خارج الصوره. طاهر الى حد مره كويس و10 لا. عندك قفشه كويس بس يعني هينزل مش هيبقى احسن من اللي في الملعب. لو هو كويس جدا هيبقى قدهم. فانت ما عندكش اللاعب اللي يقدر ينزل يقلب الملعب. وعندك نواقص بقى في حته ايه مثلا؟ انت عندك دلوقتي ياسر ابراهيم ورامي ربيعه وعبد المنعم. انا من وجهه ومتولي. انا لو هتسالني انا ككوره وكلاعب، متولي وعبد المنعم. طبعا متولي مش موجود، لازم تحسب بملف متولي. انت هتلعب ولا انت كطبيا هو هيقدر يلعب ولا لا؟ مش محتاج. يبقى انت محتاج عندك يا اما هل انت شايف ان الثلاث مساكين كويس معاك تطلع واحد من الناشئين معاهم، دي حاجه. مش كويسين ممكن تجيب مساك تاني. وعندك مثلا ممكن تخلص في اسامه جلال. اسامه جلال برضو في كلام ان هو مش راضي يجدد في بيراميدز. الونجات لازم تعرف احمد عبد القادر هل انت هتلعب ولا لا؟ لان انت عندك رضا سليم راجع. انت كده عندك 3 ونجات وطاهر انت بتدخله على فترات. طب احمد عبد القادر هيلعب ولا لا؟ دي ما حدش عارف. طب انت صلاح محسن هيكمل معاك السنه الجايه ولا انت اصلا عايز تمشيه في يناير؟ اصل انت لما معلش لما بتدخلش احمد عبد القادر وصلاح محسن اهم بطوله هتلعبها كاس العالم للانديه، يبقى معناها انت مش مقتنع بيهم او انت في مشكله بينك وبينهم في الملعب، يعني اكيد مش خارج الملعب. يبقى انت لازم تحسم الحته دي. لازم تحسم اول حاجه ملف الصفقات في ال 50 يوم. ال 50 يوم دول على الاقل لازم تشوف اللعيبه اللي انت شايف ان اللعيبه دي مش عايزه مزيد في يناير، تشتغل عليهم بدني على الاقل ترفع الكواليتي بتاعتهم زي الكواليتي الاساسيه. ليه؟ لان انت بعد افريقيا انت هتضطر تعمل روتيشن غصب عنك. الجدول عندك هيبقى مزدحم، واللعيبه اللي جالك من بره كله جاي بيلعب اعلى معدلات بدنيه ممكن تشوفها في حياتك، ممكن تشوفها في السنه. علي معلول مع تونس جنوب افريقيا، عندك لعيبتك وديانج، فانت بتلعب اللعيبه هتبقى فارمه نفسها. ده غير الله اعلم ربنا يستر يا رب، لسه ما تعرفش الاصابات هتبقى راجعه عامله ازاي. فانت لازم اهم حاجه تشتغل على اللعيبه بتاعتك وترفع الكواليتي بتاعتهم عشان تقدر تقول اه انا هقدر اكمل الموسم، وتظبط النواقص بتاعتك. النواقص بتاعتك من وجهه نظري شوف تحسب ملف متولي. هتجيب متولي ولا لا؟ عايز مهاجم سنه صغير يقبل يبقى فيه روتيشن. وعايز وينج ده لو انت مش هتقعد احمد عبد القادر، يعني وينج وراس حربه لو انت مش هتقعد احمد عبد القادر، وما يستك في حاله اللي انت مش عايز تلعب متولي. بس شكرا جدا.